تاني هنتعرض له معانا قبل ما ندخل نبني السايت بتاعنا هو الميتا داتا او السيو. السيو ده جوجل حاجه بتحبها جدا 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 جدا. السيو ده هو مسؤول عن ارشيف محتواك. لما بتدخل على جوجل وتشوف محتوى وتكتب كلمه مثلا نفترض ناجز، بيطلع لك 1 2 3 4. اللي بيخلي رقم واحد هو واحد بعيدا عن النتائج الاعلانيه والسبونسر، مش ده موضوعنا، ده كبزنس احنا بنتكلم هنا كديفلوب كود. ايه اللي بيخلي النتيجه رقم واحد؟ النتيجه رقم واحد حاجه اسمها الميتا داتا والسيو. السيو ده بكل اختصار لو جيت بصيت معايا هنا كده، لو الارض بتاعتك فاضيه كشخص او اليافطه بتاعتك فاضيه، انا مش هخش اسالك محلك بيبيع ايه، انا مش هخش اسالك محل فعلا بيبيع ايه، دي حقيقه. لو ماشي جنب محل ولقيته مضلم والمحل فاضي، هل انت تخش تسال؟ لا، انت هيجيلك شك. لكن لو حولنا المحل ده من ده، هو نفس المنطقه، حولنا المحل ده من ده وحطينا يافطه حلوه ونورنا المكان، هل انت تخش تسال؟ لا، هخش اسال، ولو طلبت في الحاجه 100 هديها لك. ده بكل اختصار. اللي بيخش يطلب واللي بيعرف مكان موقعك والكلام ده كله هو جوجل. فده اللي جوجل بيعمله لي معايا بكل اختصار بكل وضوح. فالسيو والميتا داتا مهمين جدا، وهنخش في الكود نتعرف على مفاهيم مهمة جدا في السيو والميتا داتا.